بسم الله، السلام عليكم، على بركة الله. نبدأ اليوم ان شاء الله. جبت لكم كاليت الحلوى، كاليت بالعسل. بسم الله. عندنا لهاد الحلوى هادي نحتاج 2 بيضات بحرارة المطبخ، نحتاج 2 معالق ديال العسل، نحتاجو كاس ديال زيت المائدة، نحتاجو كاس ديال سنيدة، نحتاجو 2 خمارات 8 غرام في الوحدة، نحتاجو طحين طحين الفرص ديال الحلويات، طحين الرطب. نحتاج جوج زلايف، ويمكن تجي كتر شويه يمكن تجي قل. بسم الله. نبداو نهرسو 2 بيضات. البيض بحراره المطبخ، ما يكونش في الثلاجه، ويكون الحجم ديالو متوسط. ناخدو كاس سنيده، ناخدو العسل، 2 معالق ديال العسل، نديرو 2 معالق ديال العسل، نخلطو المقادير ديالنا مزيان. ونزيدو السنيده، الزيت، سنيده درناها، نديرو الزيت، نخلطها بشويه بشويه حتى تجانس لنا العناصر كلها. من بعد نزيدو الخماره ديالنا، نديرو الخماره الاولى، نزيدو الخماره الثانيه. هاد الكاليت هذا حلوى قديمه كنا نديروها في ايام التسعينات، كانت دير لنا الوالده ديالنا حلوى زوينه تجي بزاف، هشيشه ورطبه ونسمه بالعسل. من بعد ملي نخلطوا المقادير ديالنا نبقاو نزيدو الطحين شويه بشويه، تقريبا نص كيلو اللي يدخلنا في هاد المقادير هذه، في هاد الخليط اللي عطيتكم تقريبا يدخل نص كيلو ديال الطحين. ودائما يا اما يكون ناقص شويه ولا زايد شويه على حسب نوعيه الدقيق. نخلطها بشويه بشويه حتى تجانس لنا العناصر. نرجع لكم من بعد ما نجمع العجينه ديالي. هذه العجينه ديالنا من بعد ما وجدناها تخلي فيها نص كيلو ديال الطحين. دابا ناخذ طبسيل ندهنوه بشويه الزويته، ومن بعد نديرو الحلوى ديالنا، ندهنو يدينا هكا بالزيت، ونديرو الحلوى ديالنا صغيره على شكل غريبه. الشكل ديالها نديروه صغير هكا بحال هذا القياس هذا. بسم الله. نديرو في نفس القياس. نديرو الحلوى ديالنا هكا بهذا الشكل هذا ونحطوه. كل واحد يدير الحجم اللي بغا، ولكن المهم هو اننا نديروه في نفس القياس، نديروه في نفس الحجم. نديرو على شكل غريبه، ولا كاين اللي يدير على شكل طويل بحال البيضاوي نديروها، مش مشكله. الشكل يبقى على حسب الاختيار ديالكم. ونكمل الحلوى ديالي، تشكلت الحلوى ديالي ونرجع لكم. ها الحلوى ديالنا من بعد ما شكلناها على شكل غريبه، ناخدو نسكافيه. عندنا مذوبه 2 معالق نسكافيه مخلطين مع صفر ديال البيض
وندهنوا بها لوجهة البيض الحلوة ديالنا. بسم الله. ها هي ندهنوها هكا باش يجي اللون ديالها احمر مزيون مذهب. ندهنوا الحلوى ديالنا كلها. الشكل ديالها يجي مزيون مدهونه هكاك بالبيض والنسكافيه. ندهنوا الحلوى ديالنا كلها. نرجع لكم من بعد ما نسالي الحلوى ديالي كلها بالدهن. من بعد ما ساليت الحلوى ديالي بدهنتها كلها الشكل ديالها يجي مزيون هكا. نزوقها بالفرشيط. ها هي نديرها بهذا الشكل هذا، نديرها بهذا الشكل هذا، نزوقها كلها بنفس الشكل بالفرشيط هكا باش يجي ديك الزويقات وصافي، ما عندها حتى شي اهميه. هادي اللي بغى يخليها هكا كيخليها، ولكن على حسب الاختيارات ديالكم. بهذا الشكل هذا تجي زوينه. ندوزو الحلوى كلها هكا وتجي زوينه منين تشرح هكا، تعطي واحد المنظر مزيون. ها هي الحلوى ديالي من بعد ما ساليتها بالتصباغ كلها، يجي الشكل ديالها مزيون هكا. دابا ندخلها الفران، ندخلها الفران 180 درجه. عطب بحال العاده نديرو لها الفران من الفوق، نحط بصير الفوق ونخلي العافيه مشعوله من التحت، ومن بعد مني نتنفخ شويه نطفي العافيه من التحت ونشعل العافيه من الفوق باش تحمر. الفرن يكون 180 درجه ديال الضو. واللي عنده الفران عادي ديال الغاز الطريقه ديالها راه معروفه، نفس الطريقه، عاد الدرجه اللي تختلف. ونرجع لكم من بعد ما نطيب الحلوى ديالي باش نشوفوا الشكل النهائي. ها هي الحلوى ديالنا من بعد ما طابت وجدات. ها هي جا الشكل ديالها محمر مزيون، محمر من جوج جهات، من هنا ومن هنا، وتنفخات ورجعت مزيونه وكتشاهي. من بعد نديروها في الطبق النهائي ديالنا، طبق التقديم، ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هذه الكميه اللي تحصلنا عليها، كميه مزيونه لا باس بها، نص كيلو الطحين. عطانا هاد الكميه هادي. الحلوى ديالنا الكاليطه هي كتشاهي، والمذاق ديالها زوين وهشيشه ولذيذه، ونتمنى باش تجربوها معاك ندموش عليها. وما تنساوش تدعموني بلي زابوني بلي لايك وشهيه طيبه، وشكرا.